مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ضيف حلقتنا بخصوص محور حلقتنا لهذا اليوم. ضيفنا راح يكون الأستاذ نشوان شاكر مصطفى، مدير إعلام بيئة نينوى. صباحك خير وعافية ونورتنا أكيد في برنامجنا. صباح الخير أستاذ نشوان شاكر. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة العراقية. شكرا جزيلا لك. أستاذ، بالبداية نريد نسأل شنو سبب انتشار زهرة النيل على نهر دجلة؟ طبعا انتشار زهرة النيل على المسطحات المائية لها أضرار بيئية جسيمة، وهذه الزهرة انتشرت في جنوب العراق، يعني أكثر انتشار في جنوب العراق، في الديوانية، كربلاء، في الوسط العراق صلاح الدين سامراء، في محافظة نينوى يعني قليلة الانتشار وقد تكون محدودة، ولم يتم رصد لحد الآن أي من هذه النباتات، ولكن نحن كمديرية بيئة نينوى متابعين على رصد هذه النباتات على المسطحات المائية، خصوصا على جانبي نهر دجلة، لغرض يعني في حالة رصدها يتم إزالتها لما لها أضرار بيئية جسيمة. أستاذ، ممكن نعرف هل لارتفاع درجات الحرارة وشحة المياه المناخية دور مباشر في زيادة انتشار الزهرة؟ هو نتيجة زيادة تدفق الماء ووجود بصراحة درجات الحرارة العالية ممكن أن تكون تنتشر، بس هي بالأصل هي ليس هذه النبتة ليس موطئها في العراق، وإنما تم جلبها من قبل بعض يعني التجار اللي على شكل نباتات زينة، وتم تداولها في الأسواق وبالتالي انتشرت. نعم، زين شنو أخطر التأثيرات البيئية اللي تسببها زهرة النيل؟ الأخطر التهديدات البيئية اللي تسببها زهرة النيل هي مسألة أنه تستهلك كميات كبيرة من المياه، يعني هي كل نبتة تأخذ لها تمتص 4 لترات من الماء، وبالتالي تبخرها بالجو. هذه من خطورتها على يعني على المسطحات المائية، يعني يصير بعدين عندنا انخفاض في مستويات المياه في الأنهار. عندنا الخطر الثاني أنه تقلل لنا الأكسجين المذاب في المياه، وبالتالي تؤثر على الثروة السمكية، وكذلك أيضا تؤثر على مشاريع المياه، وممكن جذورها والأعشاب مالتها ممكن تعمل انسداد للأنابيب اللي على شبكات المياه، وبالتالي أيضا تزيد من تلوث المياه، فيخشى من تلوث المياه نتيجة لهذه النبتة المضرة. زين أستاذ، ممكن نعرف هل النبتة زهرة النيل تسبب عندها أضرار بحركة المياه؟ طبعا اكيد راح تسبب اضرار في حركه انسيابيه المياه نتيجه انتشارها بشكل مستعمرات واسعه على ضفاف النهر، وبالتالي راح تشكل لنا انسيابيه يعني النهر، لان راح تجمع العوالق اللي في العوالق العضويه او العوالق النفايات اللي هذه، وبالتالي تشكل كلها اسباب مشتركه لاعاقه انسيابيه حركه المياه، ومن شكل تعيق سرك انسيابة المياه، تأثر على الخصائص الكيميائية الفيزيائية لجودة نوعية المياه. نعم، زين شنو أبرز التحديات اللي تواجهها البيئة؟ بشكل عام لو بشكل على زهرة النيل؟ بشكل عام. تعرفين البيئة هي مثل مكونات ماء وتربة وهواء، فكل مكون من مكونات البيئة هناك نشاط معين يؤثر على البيئة. كنا سابقا نخشى على مسألة أنه نقص المواد المائية نتيجة كانت ارتفاع في درجات الحرارة العالية أو قلة يعني انسيابية الماء من دول المنبع، لكن الحمد لله بفضل رب العالمين أنه هذا الموسم كانت موسم أمطار كثيرة، وبالتالي نحن هسه نتمتع بمناسيب جيدة للمياه.
مياه الصرف الصحي قد تكون تؤثر أيضا على مياه الأنوار، وتؤثر أيضا على الحياة المائية مثل الثروة السمكية. هذا فيما يتعلق في مسألة المياه. أما فيما يتعلق في جودة الهواء، اعتيادي كثرة المولدات والسيارات النقل هذه تؤثر على جودة الهواء، وكثرة أيضا يعني تحسع الزياد في عدد السكان، ومستويات الرفاهية زادت، مما زادت كميات النفايات لحصة الفرد الواحد، وبالتالي تؤثر على التربة. أستاذ، ممكن نعرف شنو الإجراءات والحملات التي يتم تنفيذها لإزالة زهرة النيل؟ طبعا الإجراءات لازم تكون هناك تكاثف من عدة جهات وتكون مشتركة، وخصوصا الفرق الطوعية، وكذلك مع مديرية المواد المائية ومديرية الزراعة، فضلا عن البيئة. كل هذه تتكاثف الجهود لإشاعة حملات حتى ممكن نتخلص من هذه من هاي زهرة النيل. طبعا بفضل جهود الشباب، يعني لازم تكون فرق شبابية طوعية حتى نقدر نقضي على هذه الآفة التي تسبب أضرار في الأنهار. نعم، إذن هل تتم الاستعانة بجهات أو فرق متخصصة لمعالجة هذه المشكلة؟ أكيد هي في مديرية الزراعة ومديرية الموارد المائية هناك جهات مختصة، وعندهم آليات وعندهم معلومات كيفية التخلص من هذه النبتة المضرة. زين أستاذ، هل المعالجات الحالية كافية لاحتواء المشكلة؟ أعتقد نعم كافية، لأن احنا مثل ما أسلفت سابقا أنه في محافظة نينوى أنه يعني محدودية عندنا في زهرة النيل، لكن حسب علمي أنه هناك في منطقة الديوانية وكربلاء والسماوة والمحافظات الجنوبية خلال الفترة يعني هذا الشهر الماضي جرت حملات لإزالة هذه النبتة، ودخلت أيضا جهات حكومية عندها آليات. أنا شفت عدة تقارير مرئية أنه تم بجهد حكومي زائدا فرق شبابية طوعية تم إزالة هذه النبتة المضرة بالمسطحات المائية. نعم، زين شنو الرسالة والتوصيات اللي توجهوها للحفاظ على نهر دجلة وعدم انتشار هذه الزهرة؟ تكثيف الرقابة الدورية من قبل الجهات الحكومية الفنية اللي هي تتمثل مثلا بدوائر البيئة، وكذلك دائرة الزراعة ودائرة الموارد المائية، إضافة إلى البلديات كانت تكون دور ساند، إضافة إلى تشجيع الحملات الطوعية الشبابية اللي تتعاون مع الجهات الحكومية لإزالة هذه النبتة الضارة كونها تضر في المسطحات المائية. شكرا لك أستاذ نشوان شاكر مصطفى، مدير إعلام بيئة نينوى، لأن كنت حاضر معنا في برنامج صباح الوطن قناة العراقية السريانية. شكرا لك، شكرا طيتنا من وقتك. أكيد أنا أشكركم على إتاحة لنا هذه الفرصة والاستضافة لبيان هاكث مواضيع مهمة. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا تخص هموم المواطن. شكرا جزيلا.